السلام عليكم. شاهد شاب فرنسي مسلم وجد رئيس فرنسا في الشارع. انظر ماذا فعل معه بعدما أساء الرسول والإسلام. ولكن فضلا إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. الرئيس الفرنسي ماكرون يحب دائما أن يتكلم مع الشعب الفرنسي، ويحب دائما أن يتقابل معهم ويتناقش معهم بشكل مباشر، عكس رؤساء العالم الذين يخافون أن يتوجهوا مع الشعب. ولكن الرئيس ماكرون عنده الحرية والشجاعة، وينزل وسط تجمعات كبيرة من البشر، على الرغم أنه يوجد الكثير من الشعب الفرنسي الذي يختلف معه سياسيا، فيمكن أن يحدث مشاكل عندما يلتقي بهم، ولكن هو لم يهتم لهذه الأمور التافهة من وجهة نظره. وعندما كان يمر أمس في أحد الشوارع الفرنسية وجد تجمع كبير، فطلب من السائق أن ينزل ويلتقي بهذه المجموعة من الناس. وعندما نزل كان يسلم على الأشخاص الموجودين في المجموعة، وعندما وصل إلى هذا الشاب لم يمد يده له ولم يسلم عليه، وقال له: أنا اسمي جاستن وأنا مسلم، أنا الآن أختلف معك لأنك تشوه صورة الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ماكرون: هذه حرية شخصية. قال الشاب: جاستن، كيف حرية شخصية؟ هل تقبل أن أسب بديانتك وأنت تعلم أنه يوجد الكثير من المسلمين في فرنسا؟ أنت بهذا التصرف تجرح مشاعر كثير من المسلمين. فقال له ماكرون: لا أنت مخطئ. وكان يمد ماكرون يديه ليسلم على هذا الشاب المسلم، ولكن كان رد فعل الشاب كالصاعقة لماكرون، كان رد صادم للغاية. قال له الشاب: أنا لم أتشرف أن أمد يدي لك. فهدد رئيس ماكرون الشاب وقال له: سأعلمك الدرس. فتعصب رئيس ماكرون أيضا وذهب إلى السيارة وقال للسائق: انطلق بسرعة. نعم، هذه ردود أفعال المسلمين في فرنسا عندما شتم ماكرون الإسلام والمسلمين. سبحان الله. هذه الواقعة حدثت بالفعل أمس في إحدى الشوارع الفرنسية، وقد نشر أحد المصورين هذا الفيديو على موقع تويتر، وانتشر في فرنسا بشكل كبير، ونشر على موقع BBC نيوز. ولم يكن هذا الموقف المحرج الأول لهذا الرئيس، حيث حدثت مواقف محرجة كثيرة لرؤساء العالم، سنعرضها لكم الآن. الموقف الأول: رجل يلقي حذاءه على بوش. اليوم تعتبر الذكرى العاشرة لإلقاء الصحفي العراقي حذاءه على الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ذلك الوقت، احتجاجا على غزو أمريكا للعراق الذي رأت الصحيفة إنه غير مبرر. فتعصب الصحفي وألقى الحذاء على الرئيس بوش كما يظهر أمامكم. الموقف الثاني: فيديو طريف للرئيس الأمريكي الأسبق أوباما أثناء مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ويبدو أن أحد الصحفيين قد استفز وأغضب الرئيس فجعله يضرب الباب بقدميه عند خروجه من الباب في مشهد مضحك وغريب. الموقف الثالث: تجاهل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في موقف محرج للغاية للعبادي، عندما أدار له ظهره وهو يتحدث مع آخرين، ويجعل العبادي ينتظر أن يكلمه على مدار أكثر من دقيقتين، ثم يقف أوباما ومن معه متجاهلا للعبادي تماما، ما جعل الأخير في حرج كبير، ينظر إلى ساعة يديه حرجا ثم يغادر المكان في موقف محرج للغاية أمام عشرات عدسات الكاميرا لوسائل الإعلام العالمية. في الموقف الرابع: وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موقف محرج في مدينة شرناق التركية، حيث كان يحيي الجماهير أردوغان قبيل إلقاء كلمته، فصعد أحد معجبيه على منصة الرئيس وحاول أن يعانقه، فكان الموقف محرج للغاية. في الموقف الخامس: سقط نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء نزوله من درج الطائرة بمطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية. في الموقف السادس: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف محرج خلال القمة التاريخي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حينما حاول مصافحة وزير القوات المسلحة الكورية الشمالي، فرفض أن يسلم عليه، فظهر الرئيس دونالد ترامب في موقف محرج للغاية. في الموقف السابع: أدى بيترو بروشينكو السبت 7 يونيو 2014 اليمين الدستوري رئيسا لأوكرانيا، وحدثت أثناء مراسم التنصيب سقوط أحد جنود حراس الشرف أمام الرئيس في موقف محرج للغاية. في الموقف الثامن: شهد المؤتمر الصحفي للرئيس دونالد ترامب واقعة طريفة، حيث انقطعت الأنوار بقاعة البيت الأبيض
التي ألقى فيها كلمته، وهو يتحدث عن الاستخبارات في بلاده والتدخل الروسي في الانتخابات. في الموقف التاسع، فقد أحد الجنود الفرنسيين الوعي أثناء أداء النشيد الوطني الفرنسي، جاء عقب كلمة الرئيس الفرنسي ماكرون أمام الجنود الفرنسيين في تشاد. في الموقف العاشر، كلب الرئيس ماكرون يقطع اجتماعه ويقضي حاجته أمام الضيوف. تدخل الكلب الفرنسي الأول كلب الرئيس ماكرون أثناء اللقاء الرسمي لماكرون مع بعض الوزراء وعدد من الصحفيين، فكان الموقف محرج للغاية. في الموقف ال11، سقوط الرئيس اللبناني أرضاً خلال القمة العربية التي يشارك فيها 17 من القادة العرب على البحر الميت في الأردن. في الموقف ال12، بيّن فيديو فشل الرئيس باراك أوباما خلال محاولة اتباع تقاليده المتبع مع جميع الزعماء الدوليين في التربيت على كتف نظيره الكوبي كاسترو. وكشف الفيديو أن أوباما حاول بعد المؤتمر الصحفي المشترك أن يربت على كتف كاستيرو، إلا أن الأخير صد محاولة أوباما ورفع يد أوباما بدلاً من ذلك. في الموقف ال13، سجلت الكاميرات أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل الجمعة 14 ديسمبر تصرفاً غريباً لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، حيث قام باللعب بشعر مسؤولة بالمقر لحظة وصوله إلى هناك. بينما الرئيس ماكرون يمر بسيارته بإحدى الشوارع الفرنسية، فإذا بسيدة مسلمة تقف في نصف الشارع لتمنع سيارة الرئيس وسيارة الحراس من المرور. اعتقد حراس الرئيس ماكرون بأن هذه السيدة ستفعل شيئاً إرهابياً، فجروا عليها وأمسكوا بها وقاموا بتفتيشها، ولكنهم لم يجدوا معها أي شيء سوى الهاتف وبعض النقود. فقالت لهم السيدة: لماذا تقومون بتفتيش أغراضي؟ ليس معي أي شيء، أنا فقط أريد أن أتحدث مع الرئيس ماكرون. فسمعها الرئيس ماكرون وهو داخل السيارة، فقال للحراس: اتركوها تأتي إلي. فاقتربت السيدة من سيارة الرئيس ماكرون، فقال لها الرئيس ماكرون: أهلا بك، ماذا تريدي؟ فقالت له: أنا فرنسية مسلمة وعائلتي مسلمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسأت له مذكور في كتابك، في كتاب الديانة المسيحية، ديانتك التي تؤمن بها. هل رأيت من قبل شخص مسلم أساء للمسيح؟ لن ترى ولم ترى، لأن دين الإسلام أمرنا بأن نؤمن بالمسيح وأن نؤمن بجميع الأديان، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فسخر منها الرئيس ماكرون وقام بالتصفيق لها وقال لها شكرا. ولكن حدثت مفاجأة، حيث أن هذه السيدة شعرت بأن الرئيس يسخر منها. فسبحان الله الذي أعطى لهذه السيدة الشجاعة حتى إنها تطاولت عليه، وكانت تريد أن تعطي للرئيس درسا لن ينساه أبدا، وكانت تريد أن تصفع ماكرون على وجهه، ولكن أمسك ماكرون يد السيدة وأبعدها بسرعة. ثم تدخل الحراس وأبعدوا هذه السيدة بشدة عن الرئيس ماكرون، وذهب الرئيس ماكرون إلى السيارة، ثم أغلق الزجاج وقال للسائق: انصرف. هذه الواقعة حدثت بالفعل أمس في إحدى الشوارع الفرنسية، وقد رواها أحد المصريين المتواجدين في فرنسا على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك.